انا ما بكشفش غير على بني ادمين. والله عيب على شنبك. دي 1 2 3 1 2 3. اعزائي المشاهدين متابعين دكتور ايمن العظماء، دايما بتبعتوا لي فيديوهات على التيك توك وعلى الانستجرام وعايزيني اعلق عليها، وانا هعلق عليها. حاضر والله حاضر. المهم صحتي النفسيه لا اتحرق انا، المهم ان انتوا تستفيدوا وتنبسطوا. الدكتور النفسي بتاعي بيكسب كتير من الموضوع ده الحقيقه، ولكن يلا بينا نخش في الموضوع على طول. تعالى يلا نشوف الهجايز. لو انت عايزه شعرك يطول 7 سنتي في الاسبوع ما تجيش تكشفي عنه. ايه ده؟ معلم والله جاب من الاخر. كمل يا سيد الناس، والله ده انت بتقول كلام زي الفل. قول يا ستموني قول. لان البني ادم الطبيعي شعره بيطول 1 سنتي في المتوسط في الشهر، وانا ما بكشفش غير على بني ادمين. وانا كمان انا ما بكشفش غير على بني ادمين. اظن الكلام واضح، كلام 10 على 10. يا الراجل ده صح الصح والكلام ده صح الصح. اول ما تتفرج على الدكتور تعرف ان هو دكتور. لبسك لبس وقفت صحيح. يعني كلام 10 على 10 بجد والله ممتاز. والله هسقف والله هسقف. انا بحييك يا دكتور. فولو للراجل ده يا جماعه. اللي بعده تعالى يلا نشوف الهجايز. كرياتين طبيعي للشعر التالف. طب وانت عايز تعمل كرياتين ليه؟ ما انت شعرك مش تالف، شعرك حلو اصلا. 5 حرام عليك. اعطيله 5. وبعدين البصه اللي انت بصها لنا دي مريبه. انت عينك دي فيها حاجه؟ ده كلاب، ده مرض الكلاب. يلا اما نشوف هيقول ايه. تعال. اوبا على الابتسامه. معلقه كبيره رز ومعلقه كبيره بذور كتان، خلطهم مع كوبين ماء، ضاعفوا الكميه على حسب طول شعركم، نخليها على النار مع التحريك المستمر، نطحنها بعدين نصفيها من البذور. هو ضاف لها زيت زيتون عشان هو بيقرف من زيت جوز الهند. ايه الاصوات؟ في اصوات حاططها لنا كده. ايه دي؟ ايه ده؟ مؤثرات صوتيه يعني عايز تقنعنا ان ده صوت الحاجه وهي بتتقلب؟ والله عيب على شنبك. ماشي هنطبقها على الشعر بالكامل. اوكي يا ولا شوف. اوعى يا جماعه شعره كان ناعم قبل ما يعمل الهبل ده، وبعدين ما نحط كريم عادي. شعره ما اختلفش يعني. هو اي حاجه، اي حد يحط اي حاجه على اي حاجه ويقول لكم وصفه نروح نعملها، ما فيش اي دليل علمي على هذه الوصفه. الله اعلم تجيب نتيجه ولا لا، بس بلاش تعملوها. هو اصلا شعره ناعم من قبل ما يعملها، فما فرقتش معاه كتير. هو غير الستايل، هو سرحه على ورا. اللي بعده تعالى يلا نشوف الهجايز. اوبا فازلين في ميه سخنه. سيحناه. تشربه ولا هتعمل ايه؟ ده هتحط عليه برفان. حطيناه في التلاجة طبعا عشان يرجع ينشف تاني ويبقى فازلين. اللهم صل على النبي. احلى بادي لوشن ده ولا ايه؟ الله اكبر عليك. وبريحه وجميل. الله ولا تضيعي فلوسك بقى. والله فكره حلوه يعني. طبعا لو ما عندكيش اي حساسيه من العطور ليه لا نعمل كده. يبقى فازلين مرطب جميل للجلد ومفيد وريحته حلوه كمان. يبقى انت كده بادي لوشن، ولا اجدعها بادي لوشن، ولا تروحي تصرفي فلوسك على مش عارف ايه وابصر ايه. عايزين نقول اسامي ماركات بقى عشان ما نعملش مشاكل. اللي بعده تعالى يلا نشوف الهجايز. 1 2 3. استغفر الله العظيم، ده انا اتخضيت بعد 1. طب وليه نكشه شعرك ليه؟ وعامله مكياج مزود شكلك ان هو وحش ليه؟ يعني مش ده مكياج؟ حاطه خطوط هنا، عامله مكياج هنا عشان تبين ان في خطوط هنا. ماشي زودها الهالات شويه بس قشطه. ايه يا شيخ؟ ايه يا شيخه؟ 4. وشها معبر. يا ولا لا ما بقتش اتصدم. انا في اجدع منك. انت ما جبتيش العمليه بقى، ما جبتلناش التفاصيل ازاي تحولتي من كده لكده. او اني واثق انك تقدري، انا واثق يعني. انا شفت اكتر من كده بس ما بقتش اتصدم من الحاجات دي خلاص. كل حاجه كذب في كذب، كل حاجه كذب في كذب. اللي بعده كل الرسائل اللي ظاهره على الشاشه قدامك دلوقتي من حالات كشفت عليها اونلاين، سواء من خارج اسكندريه او من خارج مصر اصلا. والناس دي قدرت اساعدهم عن طريق نظام الكشف والمتابعه اونلاين اللي عملته بنفسي عشان يضمن دقه التشخيص والعلاج. والنظام ده يشمل متابعه على الواتساب 24 ساعه مع العبد لله شخصيا. فلو حابب تكشف معايا ممكن تبعت لي رساله على الواتساب اللي هيظهر على الشاشه دلوقتي، وهشرح لك التفاصيل وربنا يقدرني واساعدك. تعالى يلا نشوف الهجايز. Hey Apple. فيشيال مساج ماله بقى؟ What?
انت عايز تقنعينا ان الفيشيال مساج هو اللي حول كده من كده لكده؟ مش مكياج يعني، ها يا شيخ؟ يا شيخ اتقي الله يا شيخ. المكياج باين في وشك اهو، ولينس، حاطه لابسه لينس وحاطه ليب جلوس ومطوله الرموش بمسكره وحاطه عادي يعني عامله فول ميك اب. سو سعيدة. فول ميك اب بس هو سطحي، اللي هو الميك اب الصايع ده. انا بقيت خبره اصلا في المواضيع دي خلاص، من كتر الرياكشنز بقيت خبره. اللي بعده، تعالى يلا نشوف الهجايز. احنا بعد ما عرفنا ان ماء الرز بيساعد على التخلص من حب الشباب وبيفتح البشره واثار الحبوب ويعالج التصبغات، وترابيزات بلياردو وبنج. ايه بقى؟ عجبتني والله، ضحكتني. واضح ان هي بتتريق يعني، اللي هو ايه ده، ميه الرز بتعمل كل ده؟ طب يلا بينا فيس تحس ان هي عند الحلاق. لا برافو، شابوه على الكوميديا بجد. وطبعا مش محتاجه توضيح يعني ان ميه الرز مش هتعمل كل الكلام اللي مكتوب ده يعني، هي نفسها بتتريق على الكلام. عارف انا حد هيجي في الكومنتات يقول لي مش حلوه يا دكتور ماء الرز؟ لا مش حلوه، لا ماء الرز ندلقه عادي في الحوض. اللي بعده، هل تعلم ان على هذه القناه العظيمه يوجد ممبرز اريا او قسم للاعضاء تقدر تشترك فيه بتكلفه رمزيه جدا تدعم بيها المحتوى لو انت حابب تعمل كده، وهتاخد قصاد التكلفه الصغيره دي مزايا كتير جدا جدا لا حصر لها. منها فيديوهات حصريه محدش بيشوفها غير الاعضاء، ومنها انك تشوف الفيديوهات بدري عن ميعادها، وان كومنتاتك بيكون ليها الاولويه في الرد، وبتستخدم ايموجيز معينه ما بيننا بقى سيكريت للاعضاء فقط. فلو حابب تكون من العظماء اللي بيدعموا المحتوى المفيد، خش على قسم الاعضاء وهستناك جوه بمفاجآت مش هتتخيلها. كمل الفيديو بقى. تعالى يلا نشوف الهجايز. وبعدين في موضوع باربي ده، ما وراناش غيرك ولا ايه يا ست باربي؟ ماشي قد دي محطه لها برضه، بس مش مكياج كتير يعني، مش مبوظه خلقتها بالمكياج. عايزه تعملي جلسه ايه؟ جلسة باربي. عايزه تعملي جلسه باربي؟ عجبتك النتائج بتاعتها؟ تحفة بجد. هي ليه كل الناس اللي بتروح تعمل لها الجلسه بتغيظهم الاول يعني، تقعد تحنسهم كده؟ عايز تعملي ايه؟ ها عايز تعملي ايه؟ جلسه ايه؟ ها باربي؟ طب احلفي كده. لا مش هديها لي. اتحايلي عليا كمان قدام الكاميرا كده اختار يا حبيبي براحتك، اختار يا حبيبي براحتك يا حبيبي. قولي لي والنبي اعمل جلسه باربي. مش اوفر؟ ايه اوفر قوي. طيب يلا بينا نجرب مع بعض، نشوف البشره بيفور، هنشوف البشره. خليكم معانا في الفيديو عشان تشوفوا البشره بعد الجلسه. كيكه ازيك؟ عاملة ايه ازيك؟ عجبتك جلسه باربي؟ تحفة بجد، تسلم ايدك، جميلة جدا. نورتينا يا احلى كيكه. لينسز، روج، خدود حمراء، حاطه تن، غالبا عملت ديرمابين او تنظيف بشره او حاجه، نفخه وشها شويه عادي، بس الباقي ده كله تمثيل. في مكياج واتمسح، في مكياج جديد اتحط، واضاءه غالبا عليت. تصدقوش يا جماعه جلسه باربي دي ماشي ده اهو. حضرتك بتقول ايه؟ كل شويه اقول لكم اللي بعده. تعالى يلا نشوف الهجايز. اللي هتقولك بعد كده وشك نور ازاي، ابعتلها الوصفه دي وفوقيها بوسه. ممكن تكوني متابعه مليون دكتور وجربتي وصفاتهم كلها، بس ادائنا اهي لو لقيتي وصفه احسن من وصفتي. هتجيبي هاي كوين والفا كورت وبيبانتين واكريتين وتخلطيهم مع بعض كويس وتستخدميهم يوم بعد يوم في المساء، وسهله. انا ملاحظ ان هو بيعلي مستوى الوعود، بيعلي على نفسه. عايزه مفيش تجاعيد المره اللي بعدها، مفيش وصفه احسن من وصفتي، وما لو بتروحي المليون دكتور مش عارف ايه وبعدين بيزود لكم الحاجات عشان ما تعرفوش تتوقعوني، فاهم اللي هو ايه؟ حطي كذا على كذا على كذا على كذا، 4 حاجات حطيهم على وشك من غير ما تسالي اي دكتور. مش مهم. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم. ما تعملوش كده ارجوكوا، ما تعملوش كده. عندك مشكله في بشرتك، ما عنديش اي مانع انك تعالجيها. روحي للدكتور يكشف عليكي، هيكتب لك العلاج المناسب لبشرتك بس، نقطه ومن اول السطر. انا دكتور درست عمري كله طب، ما اقدرش اقول لك وصفه من غير ما اشوف. تمام؟ هسيبكم بقى تتفرجوا على الفيديو ده، هجايز كتير برضه هيعجبكم اكيد يعني، بأكد على هذه المعلومه. ونشترك على القناه علشان نشوف الفيديوهات اللي جايه اول باول. انا دكتور ايمن، واتمنى دايما اشوفكم على خير.